انا يوسف عثمان. عملت ايه وانا صغير؟ عملت فيلم وانا صغير اسمه حب سيما، ومهما عملت حاجات تانية زي افلام تانية ما بطلعش على الافيش بتاعها من ظهر راجل. افلام ما بطلعش على الافيش بتاعها، وفي حته ورا قد كده 5 في متر في 5 في متر ما بطلعش فيها برضه. بس دي مشاكل الشخصيه، انا مالناش دعوه بالبرنامج ده. فبحاول دلوقتي انا ممثل على مشارف الاعتزال، فريت اي حد بيعمل فيلم قصير بيعمل مسرحيه على مسرح الجامعه يقول لي انا موجود وبحاول اشتغل يعني. وانا خالد يوسف يا جماعه. يا ابني احنا بنبتدي الحلقه من الاول تاني. استاذ خالد، جربت تلعب كوره قبل كده؟ جربت العب كوره. كنت بتلعب مركز ايه طبعا؟ كنت بلعب باك رايت. باك رايت. بمناسبه باك رايت، ترى مين احسن باك رايت دلوقتي في العالم؟ كارفخال طبعا. كارفخال. طب ودانيلو الاسطوره، دانيلو، اربيلوا، كلهم في ريال مدريد ما شاء الله. طبعا. وانت بتشجع نادي ايه؟ ريال مدريد. اعترف ان باكات يمين في النادي بتاعك زي الخرا. لا مش زي الخرا. اعترف. احنا عندنا فاريلا لعيب اوروجواياني صغنون كده زي الفل، ودارميان، وشجع مانشستر يونايتد يا جماعه معلش. في اي هوايات تانية؟ إيه؟ بتحب بينج الرسم بونج. مثلا؟ بينج بونج. انا عندي سؤال معلش في اللعبه دي الترابيزه بتاعتها صغيره قوي، ازاي الصينيين والاسيويين تك 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 وهو واقف في متر يعني بيعمل الحركه دي؟ هنتكلم عليه في الحلقه الجايه. اوكي. دلوقتي يا جماعه احنا لقينا انه الكابتن مدحت شلبي، والكابتن خالد الغندور. بصوا يا جماعه، المحلل الوحيد اللي بيتكلم هو حازم امام. شوف انا اهلاوي بس حازم امام. لا انا بحب حازم امام. بص لا بصراحه هو عندنا مشكله اصلا في حوار البرامج بتاعت الكوره، دايما تحسها كده ان هي تحسها قاعدين في الحوش كده بنتكلم مفيش اي حاجه. يعني مثلا تلاقي شوبير بياكل سندوتشات. حلو. هعملها كمان سندوتش. ولما اقطع خيار وطماطم وخس. سلطة النهارده هتبقى عبارة عن خيار وطماطم وحاجات كده. خالد الغندور ولما عمل وخالد الغندور لما دخل عليه حد وعمل ان هو داخل بالصدفه بالظبط كده. لو سمحت معلش انا اسف لان عضو مجلس الاداره. اتفضل يا استاذ، اتفضل حضرتك. حضرتك تاخد الكاس عهده. لا وبعد كده عايز اقول لحضرتك انا ماضي على الكاس. انا قعدت فتره اتفرج على اللعبه الحلوه مع بندق بتاع خالد، اللي هو بينط من قناه ده برنامج جميل جدا. بتاع خالد الغندور، اللي هو انا زملكاوي ومش متعصب يا جماعه. ما انا بقول لك اللعبه الحلوه بتاع بندق ده، في دايما اخر شهرين مثلا كنت بتابع في نص ساعه يوميا لسياده المستشار اللي لا يجب ذكر اسمه، عشان لو قلنا في مستشارين كتير بس لو قلنا اسمه هنتحبس برضه، ما هو في ناس بتحبس كتير في البلد دي. فسياده المستشار بيحصل كده بالظبط. ومعانا سياده المستشار زي حضرتك، فيقول له يا خالد انا بقولها لمحمود مش هلعب في برج العرب يا محمود طاهر، مش هلعب في برج العرب، ويقعد وفي الاخر هيلعب في برج العرب شكله. كنت بشجع الاهلي بس انا دلوقتي بشجع الزمالك. ده ازاي يعني؟ خوف قصدي بحب الزمالك. فاكر انت صلاح امين بتاع طلائع الجيش لما عمل كده بعد الجون وقال لك باشا. لا استنى بس، وعبد الظاهر لما عمل كده وصلاح امين عمل كده، فصلاح امين عبد الظاهر بقلشوه، صلاح امين عمل كده قال لك لا ده السبراي، ده سبراي، كنا في حفله ففي سبراي. يوسف ايه يا حبيبي؟ مالناش دعوه. انا راجل سياسي قديم. في الاخر صح خالد ان احنا عايزين نتكلم في الكوره يعني انت لما بتقعد مع واحد صاحبك، او انت لما بتقعدي مع واحد صاحبك او واحده صاحبي يعني المهم يعني، او مع بابا وماما المهم يعني، بتقعدي معايا. صح حلوه دي. المهم يعني لما بتقعدوا مع حد في البيت او صحابكم او كده بتتكلموا بلغتنا، بتتكلموا بلغه عاديه جدا، بلغه بسيطه جدا بتاع. انما بتوع البرامج وكابتن مجدي عبد الغني اللي بيعمل والناس دي كلها احنا بيتكلموا بطريقه مره قالوا احنا اللي بنوجه يا كابتن مجدي، احنا اللي بنوجه الراي العام ومش مفروض مش عارف، فاحنا لا احنا بنتكلم بلغتكم. ما تقول حاجه يا عم انا عمال ارغي. بص يا جماعه من الاخر البرنامج ده يا يوسف عشان شكلك مش فاهم البرنامج ده عن ايه. مش قصدي. البرنامج ده يا يوسف عباره عن اللي احنا بنقول الحاجات اللي بتحصل في البرامج بتاعت الكوره اللي احنا شايفينها حاجات غريبه جدا على 2015 و2016 ولسه بتحصل لغايه دلوقتي في برامجنا احنا بس بتاعت الكوره. وبنحاول نكون بديل للبرامج دي. شوبير والله الاستوديو بتاعه حلو، بيجيب ناس يعرفها دايما بيجيب خالد بيبو. بص لو ماتشات ايه بيجيب خالد بيبو ويجيب البرنس. مين البرنس ده؟ كان عامل قصه كده، حد يعرفها يا جماعه معانا؟ كان اسمه عامل قصه كده واسمه بيسموه البرنس. ده معرفوش. اشرف قاسم. ده حبيبي. ايوه ده حبيبي. ده انا بحبه والله ده بيطلع ما بيقولش حاجه مفيده خالص. ليه الاستوديوهات بتاعتنا بتبقى 18 ساعه؟ يعني بنبقى قاعدين بنتكلم في الكوره يعني قبل الماتش ب6 ساعات وبعد الماتش ومنهم 4 ساعات من 18 ساعه دي فيديوهات بنحبك يا شلبي. وبعدين بقى بيفضلوا ايه يتذكروا ايام زمان واستشوار في ودني وهو بيحكي لي نمت ودافي نمت لا وحسيت لا انت بتعرف انا ما بنامش غير ما احس بالامان. انا كنت بحب مدافع في مقاولين اسمه حماده زغلول، ده كان شكله هو اللي يعني مثير مش مثير بالمعنى اللي كان هو شكله مثير شويه. لا بس كان شكله يعني في النيل الرياضه زمان فشخ. زمان جدا، زمان فيها جدا. كان في اسمه ايه بس الراجل ده مات. هنسف على الراجل اللي مات. مش بناقص حاجه ان انا كل شويه ابص على الكاميرا دي وابص لك واقول له هو مش انا ببص ده شكل استعراضي خلي بالك. اتعلم يا بيه، اتعلم يا بيه، اتعلم عشان تفشل زيي. اتعلم عشان تفشل. اتعلم مين من السقا هخش احسن. لا مش احسن يعني زميله هياخد ادواره قريب.
عشان يشغلك معاه. اوكي استاذ احمد السقا، حضرتك انا حبيت فيلم الجزيره 2 جدا، يا بحب جماعة انا ده فيلم جاي يتكلم عن حياته حقيقة الشخصية. أنا انا عندي مشكله مع الموضوع ده، لان انا بلاقي بيكلموا نص ساعه عن الماتش او ساعه عن الماتش، وبعد كده بقى ايه، نبدا بقى نفتح في مشاكل شخصيه. ده حقيقي. وده اللي بيقول وده اللي بيعمل، ومنتجها لي يا عاصم واعملها لي مش عارف شفت ايه. بتاعت باولو؟ طبعا شفت بقول له بتاعت باولو. إيه؟ لا يا باولو لا ده بقول لك ايه، ده عجبني. بقول له انت نجم منتخب مصر وما ينفعش تشتم. قال لي يعني لا لا يا باولو يا باولو. مصر في 2008 لا 2010 لما كسبت الجزائر، تمام. وشفنا الكابتن مدحت شلبي وهو بيعمل الاربعه للجزائر، وبيعمل وعمل حاجه بايده الثانيه يعني مش هنوريها يعني. أيوة بتاعت هو انت لو هتعد الاربعه هتعدها ازاي؟ والثلاث صوابع دول مقطوعين هتعدها ازاي؟ هتقول واحد بقول لك اتنين، هتقول لي بقول لك بعدين. واحد اتنين تلاته اربعه اهي عاديه. واللي هو الراجل بتاع الزمالك. لا وبعدين انا نعمل برضو واحد. مرتضى منصور واحمد شوبير. اوه دي دي كانت ده بتبقى حوار أحلى دي يا برامج. جماعه. لا تقول لي بقى باتمان وجوكر، ليكس لوثر وسوبرمان، ده لا شوبير مفيش بص. الكلام ده. انا كنت بقعد اجيب فشار وافضل بقى اشوف احمد شوبير واسمه ده حوار. وسيد المستشار، ويخبطوا في بعض ويرزعوا في بعض. أنت قلت إيه؟ سيد المستشار. لا قلت حاجه قبليها، عملت ترايم كده رايم ايه؟ مش كان فاكر. حوار. وجبت سيادة- فشار. وجبت فشار. احنا هنا عايزين نعرف هو ايه المشكله ما بين هنا في مصر وبين بره. طب قفل بقى علشان الحلقه دلوقتي زادت عن الاربع خمس سبع 10 دقايق دول. عشان انا قفلت. نقفل هنا اوكي. بيقول يا عم بيشاوروا لنا يا عم. قفل هنا. نقفل في قفله نعملها، عايزين حركه بقى نعملها في الحلقات الجايه كمان. تمام. نعمل ايه بقى؟ قشطه. شوف خليها قشطه، بلاش قشطه، خليها اللي هو تمام خلاص بقى يعني. لا خش يا عم كده. دي مش قفله دي. طب ايه؟ قفل كده. الكتب دي انت بتقراها لا والله. لا، أصل الحاجات دي انا أول مرة أعرفها. في فروجي هنا. بقول لك لما تيجي نقوم نلعب. نقوم هقول لك اضاءه ويا عمي طب خلاص. باي باي يا جماعه.